السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الكروستاتا الايطاليه او التورته الايطاليه بشكل جديد. كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله. شفتها دارت واحد اليوتيوبرز ايطاليه وجربتها وجاتني زوينه، جات رائعه البنات ولذيذه. كنت غنتقاسمها معكم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي ندوزو على بركه الله للمقادير والطريقه. نحتاجو جوج ديال البيضات بحراره الغرفه. كنحتاج نصف كاس من كاس العنبه ديال زيت المائده، جوج معالق كبار ديال سكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، و4 غرام ديال خميره الحلويات يعني نصف ساشي، و250 غرام ديال دقيق الفورس النوع الممتاز. غادي ندوزو على بركه الله الطريقه عفوا. غادي ندير بيضه كامله في واحد زلافه، وغادي نفرق البيضه الثانيه الصفر مع الابيض. غادي ناخذ غير الصفر هو اللي غادي ندير في الخليط في الاول، والبياض غادي نحتفظ به المرحله الثانيه. غادي نزيد المكونات اللي عندي: الزيت والسكر والخميره وقبيصه ديال الملحه، وغادي نطربهم هكايا مزيان غير بالطراب اليدوي. انا حاولت نبسط لكم المقادير يعني بالنسبه للعبار ديال الغرامات. درت لكم غير هكايا يعني باش يعني تجيكم سهله العمليه بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الميزان. صافي. وكنزيد داك الدقيق بشويه بشويه حتى كنجمع العجين وكنحصل على واحد العجين اللي هو رطب. بعد ما جمعت العجين كنحصل على واحد العجينه اللي بهذا القوام هذا. جبت شويه ديال الدقيق اللي درته في سطح العمل وخديت نصف العجين يعني النصف ديالو، وغادي نحاول نسرحه بشكل دائري يعني بالاستعانه بالدقيق والدلاك من طبيعه الحال. وانا كنسرح وانا كنقاد في الجوانب ديالو، نحاول نسرحه هكا دائري على قد المول اللي غادي نستعمله. بعد ما سرحته جبت واحد المول اللي هكا كيتحل يعني، واخا حتى مول عادي كان عندكم يمكن لكم تستعملوه. الا رشيته بالدقيق ودهنته بالزيت ورشيته بالدقيق، غادي نفكو وندخل يعني لا باز ديال المول لتحت، وغادي نحاول نقعد دوك الجنيبات ديال العجين ديالي يعني واحد نصف سنتي يكونوا مقعدين. صافي. غادي نرجع المول بهذه الطريقه اللي كتشوف معايا على الصور. نحاول نقاد داك الجنيبات، خاصها تكون ضروري طالعه واحد شويه الجناب ديال العجين، غادي تعرفوا علاش. نحاولوا نقادوها بيدينا. وصافي. من بعد ما قديتها عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الكونفيتير يعني عينكم ميزانكم. غادي ديروا واحد الكميه ديال الكونفيتير هكايا وتسرحوا على الوجه ديال هذاك العجين اللي عندنا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا على الصور. المول القطر ديالو 24، ديروا مول من 22 حتى 24 البنات اللي متوفر عندكم. صافي. غادي نجيب النصف ديال العجين الاخر وغادي نسرحو، نحاول نسرحو قد المول، نبقى نسرح ونعبر نهز المول ونحطو فوقو حتى يكون يعني قدو. صافي. وكنديرو هكا على الدلاك باش يعاونني باش نحطو هكا فوق الطبقه ديال الكونفيتير. صافي. وكنحاول نقادو هكايا، راه العجين ما كيتكسر ما حتى شي حاجه، تيكون القوام ديالو زوين. صافي. كنحاول نقادو في الجناب، وحتى هو كنحاول نطلع داك الجنب ديالو، داك الحاشيه ديالو تكون طالعه شويه، ونثقبو هكايا بالفورشيط كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نجيب داك البيض اللي بقى عندي، غادي نزيد عليه 125 غرام ديال السكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال عصير الحامض. غادي نطرب هذا البيض حتى يطلع يولي بحال الثلج. وعاد واش غادي نبدا نزيد السكر كلاصي بشويه بشويه وانا كنطرب.
بعد ما كنكمل داك السكر كلاصي كامل ديالي مع التراب هذاك بياض البيض، كنزيد ديك المعلقه صغيره ديال العصير الحامض وكنخلط بهذه الطريقه هذه. كنحصل على واحد الخليط اللي بهذا الشكل، كنجيبو كنديرو في داك الطورطه ديالي او الكروسطاطه. كنحاول نسرحو، ولا هذاك علاش كتساعد داك الجانب تيكون طالع باش ما تلصقش لنا هاد الكريمه في المول، وحتى بالنسبه يعني الطبقه التحتانيه ما تلصقش لنا الكونفيتير في المول. صافي غادي نسرحو هكاك. جبت هنايا قياس ديال واحد 2 ديال المعالق ديال الكونفيتير اللي تيكون شويه سائل. كندير واحد الساكابوش او جيب الحلواني بهذه الطريقه. الا ما كانش عندكم هذا الجيب الحلواني ديروا غير واحد الميكا او بلاستيكه وتقبوا ليها القنيات ديالها وديروا هاد الخطوط من المربى بهذا الشكل هذا. الا كان عندكم شي مول اللي يكون محضور يكون من الاحسن. انا في هاد العمليه هذه كانت الحاشيه ديال المول عاليه شويه، وكانت يعني ما خلاتنيش ندير على راحتي دوك الخطوط ديال المربى، ولكن ماشي مشكل كيجيو يعني زوينين يعني بحال. صافي غادي نقلب المول وغادي ندير الخطوط حتى على الجهه الاخرى بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. غنبقى غادي حتى نكمل الخطوط. بعد ما كنكملهم كنحصل على واحد الشكل اللي بحال هذا. غادي ندخلها للفرن على درجه الحراره 180 وغادي نخليها حتى طيب ان شاء الله، وغادي نخرجها باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. انا خليتها هنا حتى بردات. ملي تكون يلاه طيبه وجبدتوها كتكون منفوخه طالعه تكون عاليه. انا خليتها حتى بردات وعاد غادي نخرجها. كما كتلاحظوا معايا ولا بدا كيخرج شويه ديال المربى كيلصق لينا في المول. كنحاولوا غير هكا بالموس يعني نحيدو صافي. وكنحيدها كنديرها في البلا ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكروسطات ديالنا البنات. كتجي رائعه، كتجي غزاله، كتجي في واحد الطبقه مقرمشه ديال هذاك الخليط الابيض يعني المرانق. تتجي زوينه بزاف. غنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل من داخل ديالها كيفاش كيجي. كتجي لذيذه بزاف البنات. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، لان انا عجبتني بزاف وقلت ضروري ما نتقاسمها مع البنات. لاحظوا معايا كيفاش كتجي من الداخل البنات. كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم البنات الفيديو بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.